السلام عليكم. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا دي كلها. طبعا بقالي فتره غايبه كده عنكم وعن القناه، دعواتكم بقى كده الفتره دي تعدي على خير كده، وان شاء الله نرجع زي الاول واحسن كمان مع بعض ومع بعض باستمرار. كنت وعدتكم ان انا هعمل جوله تانية في الفجاله قرب الموسم الدراسي. كنا عملنا جوله من حوالي شهر كده وقلت لكم تاخدوا فكره عن الاسعار. وطبعا بما اننا خلاص يعتبر بقى الكتب الخارجية كمان نزلت، فالجولة دي كمان اشمل ان شاء الله من الجولة اللي فاتت. الجولة اللي فاتت انا ما صورتش كتب خارجية، كانت لسه يعني الكتب ما نزلتش قوي، ولكن الجولة دي كمان الكتب الخارجية وعليها خصم حلو جدا جدا بجد، هتتبسطوا بيه قوي. طيب ازاي بنروح الفجالة؟ او الفجالة فين؟ الفجالة موجودة في رمسيس يا جماعة. اكبر سوق ادوات مدرسية وجامعات وكل ما يخص الدراسة هتلاقوه في الفجالة. اللي انا مصوره لكم ده مسجد الفتح اللي موجود في رمسيس. بخلي مسجد الفتح على ايديا اليمين وبدخل الشارع اللي انتوا شايفينه ده، هو ده الشارع اللي هيوصلني للفجالة. بصوا الشارع ده كله من اوله لاخره منافذ بيع القوات المسلحة. خلاص كده. طيب بالنسبة بقى للمواصلات، لو انتوا هتركبوا مواصلات عادية، انزلوا محطة رمسيس وادخلوا من جنب مسجد الفتح زي ما قلت لكم كده. مشهور جدا هناك، يعني حتى لو اي حد نزل في مكان يعني ما يعرفوش، اسألوا على مسجد الفتح. وزي ما انا صورت لكم كده ادخلوا من جنب مسجد الفتح خليه على ايديكم اليمين علشان تعرفوا تدخلوا الفجالة. طيب بالنسبة بقى للناس اللي جايين بمحطة المترو، انا ما بجيش بالمترو، بس المرة دي انا سألت لكم علشان في بنات كتير قالوا لي طب احنا جايين بالمترو هنعمل ايه؟ هتنزلوا محطة الشهداء خلاص كده، واول ما هتطلعوا من المحطة هتلاقوا، يعني انتوا تقريبا هتطلعوا على اول الشارع اللي انا كنت لسه فيه ده، اللي هو فيه منافذ بيع امان. خلاص كده. يبقى كده عرفتوا المواصلات عن طريق العربيات عادي او الباصات او الكلام ده، وعن طريق كمان المترو. انا بعلم الشارع بتاع الفجالة باليافطة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص، وهتشوفوها اكتر دلوقتي. يعني هنا في زي موقف كده ميكروباصات او حاجة، واليافطة زي ما انتوا شايفين كده، وده الشارع اللي احنا هنبتدي ندخل منه. خلاص كده يا بنات، يلا بينا بقى مع بعض كده نبدأ الجولة بتاعتنا. طبعا وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بخير، وربنا يجعله موسم دراسي سعيد يا رب علينا جميعا وعلى اولادنا. طيب ايه اللي بقى بيلفت النظر المرة دي عن المرة اللي فاتت او عن الشهر اللي فات؟ هقول لكم. الشهر اللي فات تقريبا كانت المكتبات مطلعة فروشات بره، بس المرة دي بقى انا شفت ناس اكتر يعني بالفروشات دي. يعني الفروشات بقى اكتر بكتير من المرة اللي فاتت، وهتلاقوا يعني اسعار كلها حلوة. وبالمناسبة يعني انا مبسوطة جدا 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 النهاردة في الجولة دي، علشان انا لقيت ان الاسعار هي يعني الحمد لله الحمد لله ما زادتش. انا كنت قايلة عندي احساس ان الاسعار دي هتزيد على موسم الدراسة، ولكن بفضل الله بفضل الله الاسعار زي ما هي لسه من السنة اللي فاتت، مفيش حاجة زادت. اللانش بوكسات بتبدأ من 20 جنيه. الأحمر ده عامل 45 جنيه لانش بوكس وزمزمية ومقلمة. خلاص. واللي هو الفرداني ده عامل 55 جنيه. تمام. وفي بقى عنده حاجات من أول 20 جنيه و30 و35، يعني على حسب الأزايز، على حسب برضو في حاجات ب10 في حاجات ب12. يعني الأسعار كلها متفاوتة ولكن حلو. طيب الجلاد الباكج او الكيس فيه 10 جلادات ب10 جنيه، يعني الجلاد الواحد واقف بجنيه. طبعا دي اسعار جملة، علشان بس الناس اللي هتنزل تشتري هتبقوا عارفين ان دي اسعار جملة. هناك مفيش حاجة اسمها مثلا اشتري كشكول واحد، لا هو بالدستة. طبعا ما عدا الكشاكيل السلك اللي انتوا شفتوها دي. خلاص. او الكشكول اللي هو الايه الطويل شويه اللي هتشوفوه معايا دلوقتي، وعلى فكره برضو اسعاره جمله. يعني هو بيتباع قطعي ولكن اسعاره جمله. طيب دستة الكشاكيل بكام؟ دستة الكشاكيل بتبتدي من 55 جنيه. خلاص. وخدوا بالكم زي ما قلت لكم في المرات اللي فاتت او في الجوله اللي فاتت، قلت لكم ان في
فرشة ممكن يبقى فيها تفاوت 5 جنيه 10 جنيه مش اكتر ولا اقل، بس هو نفس الكشكول. انما الخامة بتفرق في الكشكول اللي ما بينه وما بين التاني. مثلا يعني فيها يقولك في دستة ب55 في دستة ب90، ده العادي وده الديزني. خلاص هنرجع تاني للموضوع ده، بس اقول لكم على اسعار الكشكول السلك ده. عامل 25 جنيه، هو 80 ورقة. خلاص عامل 25 جنيه، وده عامل 35، ده 180 ورقة. خلاص علشان تبقوا عارفين يعني اسعار الكشاكيل السلك برضو. خلاص يبقى الكشاكيل السلك بتبتدي على فكرة من اقل من كده كمان. يعني في كشاكيل سلك ب15، في كشاكيل سلك ب20، وفي ب25 زي ما شفتوا كده، وفي ب35، وفي كمان بتوصل لحد 100 جنيه هتشوفوه معايا، اللي هو الكشكول بتاع الجامعة. طيب دي الحاجات اللي كنت قايله لكم عليها بتاعة الحضانة، اللي هي مثلا مستلزمات الحضانة، كتب، واللي هي الناس اللي عندها أطفال صغننين في السن اللي هو الصغير ده ومحتاجين حاجات للحضانة. بصوا المقالم دي بتتباع بالكيس، الواحدة في الكيس تقريبا عاملة 15 جنيه، وبتتباع كمان فردان. خلاص كده للناس اللي هم مثلا عايزين يجيبوا حاجات جملة، لو انتوا مثلا بتشتروا يعني واخدينها مثلا كمشروع او حاجة زي كده. حتى الورق الابيض اللي هو الفلوسكاب والرزم كله موجود. بصوا كمان اشكال كتير جدا جدا لللانش بوكس، كله موجود، المستطيل، المربع، المدور، الحاجات دي كلها موجوده يا جماعه، وكلها باسعار زي ما قلت لكم كده. انا شفت هناك لانش بوكس بيبدا من 15 جنيه، يعني عشان محدش بس، يعني كل حاجه موجوده، وموجود الغالي وموجود اللي هو السعره مهاوت شويه. طبعا يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا السنه دي احنا حرفيا يعني اللي فارق معانا قوي هو الكتب الخارجيه، هنجيلها دلوقتي. تعالوا نشوف التيكت عامل ده اللي هو المستورد، وده اغلى حاجه على الفرش اللي قدامه ده، عامل 15 جنيه. قال لي تيكت وستيكر في نفس الوقت. الكيس فيه 2. خلاص كده عشان تبقوا عارفين. فكنت بقى بقول لكم على الكشاكيل، وقلنا بقى ان في دستة بتبتدي من 55، وممكن تلاقيها على فرشة تانية يقولك ب60. دي ما فيهاش فرق ما بين الاتنين، هي فرق مكان مش اكتر. خلاص علشان انا يعني شفت النوعين في الكشاكيل. اما الفرق ما بين الديزني والعادي، هتلاقي الديزني ب90 الدستة، تمام. وعلى فكرة الدستة هي 10 كشاكيل مش 12. خلاص عشان محدش بس يتلخبط. وفي دستات الكراسات كمان عاملة 60 جنيه، دي فيها 20 كراسة. خلاص كده يا جماعة، تمام كده. طيب بصوا بقى في كشاكيل سلك كتير بأشكال وأنواع وأحجام وعدد ورق. يعني دي طبعا هيبقى صعب جدا حصر الأسعار بتاعتها، ولكن أنا لفت نظري طبعا الكشاكيل دي في ولاد كتير بتحبها. الكشكول ده 40 ورقة ب12 جنيه ونص. خلاص كده برضو حلو قوي، ورقه من جوه أبيض، ويعني شكله من بره حلو وشيك، وفي نفس الوقت هو يعني مقارب شوية للكشكول السلك، بس ده مش سلك، بس أنا بتكلم في حجم الورقة يعني. وزي ما قلنا الجلاد أسعاره واحدة، سواء ديزني او العادي. ال10 ب10 جنيه، وفي نوع ارخص شويه ال10 ب7 جنيه ونص. عجبني بقى ترابيزه المذاكره دي، زي مكتب صغنون كده ب90 جنيه. هي ترابيزه مذاكره وسبوره في نفس الوقت، للاطفال بقى اللي هم الصغننين بتوع كيجيهات، علشان لو عايزين مثلا يكتبوا بيشخبطوا. هي يعني هم عملوا لهم مكتب وسبوره في نفس الوقت. والازازه اللي عليها الدببه الثلاثه دي عامله 30 جنيه. خلاص تعالوا بقى نشوف فروشات الاقلام والحاجات دي. طبعا دي ما كانتش موجوده في الجوله اللي فاتت كتير، يعني كانت تقريبا فرشه او 2. المره دي بقى عايزه اقول لكم الفجاله زحمه جدا، والفروشات دي كتير جدا. طيب دستة الأقلام بتبتدي من كام؟ بتبتدي من 25 جنيه 10 أقلام جاف. خلاص في ب25، في ب30، في ب35،
يعني كانت اغلى حاجه يعتبر شفتها كانت اللي هي ب35 دي، وعنده طبعا آلات حاسبه على حسب بقى ما انتوا محتاجين. يعني في حاجات ب 350 اللي هي الحاجات اللي بتجيبوها بقى باسعار فلكيه من بره، هتلاقوها مثلا باسعار قليله جدا في الفجاله، او يعني اقل كتير من بره. خلاص كده برضو بقى برجع اكد لكم تاني، بصوا كل حاجه موجوده اهي، الدوسيهات البلاستيك موجوده، كمان الفوم الملون والحاجات اللي بتطلب في المدارس عموما، بيدوكوا ورقه كده بالطلبات، كل حاجه موجوده هناك حرفيا. بس يعني خلاص كده بقى اظن الوقت اذى، الحقوا بقى انزلوا، لان خلاص كده المكان عمال يعني يبقى زحمه جامد قوي، والموضوع بقى خلاص يعني كله بدأ يعني اللي اشترى ولسه في ناس كتير طبعا بتشتري، وده كان سبب الزحمة النهاردة. يعني المقلمات دي، المقلمة عاملة 45 جنيه على فكرة، خامتها حلوة جدا. وفي عندكم مقلمات كنا صورناها في الجولة اللي فاتت، عموما انا هسيب لكم الجولة اللي فاتت برضو علشان لو انا نسيت اقول سعر حاجة خلال الجولة دي تعرفوا سعرها من الجولة اللي فاتت، هسيبها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو تشوفوه. خلاص، لاني برضو الجولة اللي فاتت انا كنت مصورة حاجات المقلمات بالتفصيل عن كده، كان مقلمات ولانش بوكس كتير، فالمرة دي ركزت اكتر على الفروشات اللي لسه بقى مفروشة جديد. بصوا بقى الاستيكة القمر اللي على شكل ديناصور دي ب5 جنيه. الكيس اللي فيه استيكة وبرية برضو عامل 5 جنيه. كل الاشكال اللي قدامكم دي عاملة 5 جنيه. خلاص، اللي هي الاساتيك اللي قدامكم دي كلها 5 جنيه اي شكل. اما الاستيكة بقى التانية دي دول بقى ب10 وب7.5، اللي هي الفبر كاسل والحاجات دي. انما الحاجات اللي هي اللعب الصغنونة دي ب5 جنيه. خلاص، وزي ما انتوا شايفين كده الاقلام بقى الجاف في قلم ب3.5 قطاعي، والدستة بتاعته بتعمل 30 جنيه، يعني في الدستة ب3 جنيه. خلاص كده. وبرده الاقلام الرصاص هتلاقوا برده اسعارها زي ما انتوا عايزين، يعني من اول 2 جنيه و3 جنيه لحد ما انتوا عايزين بقى. خلاص، يعني قولوا بقى في الاسعار زي ما انتوا عايزين. المهم ان الحاجات بقول لكم الرينج بتاعها بادئ منين. بصوا اللانش بوكسات دي برضو من اول 20 جنيه و30 و35 و45، وفي حاجات ب55. بصوا بقى انا اتصدمت على الفرشه دي حرفيا، لان اللانش بوكس اللي هو اللي عليه إلسا ده انا شايفاه في العتبه ب65 جنيه، والله حرفيا ب65 جنيه. هناك في الفجاله عامل كام؟ هو اخوه ب45 جنيه، يعني فرق 20 جنيه من العتبه للفجاله. والمفروض ان العتبه هي سوق شعبي برضه، ولكن معرفش ايه اللي حصل، بيبيعوا هناك اللانش بوكس غالي جدا، انما في الفجاله بصراحه الموضوع اسهل بكتير. بصوا بقى ده الكشكول اللي انا كنت بقول لكم عليه، ده متقسم كده زي نوته من جوه، ده ب95 جنيه. ده اللي هو ال5 مواضيع او ال5 مواد، يعني مثلا حد بيذاكر 5 مواد او حاجه ممكن يكون في كشكول واحد، فعلشان كده هو سعره غالي شويه، بس خامته روعه وشكله اروع. الناس بقى اللي بتحب تعمل اختيارات كتير جوه اللانش بوكس، شفتوا اللانش بوكس اللي انا شاورت عليه ده كان متقسم لعيون كده، برضو شكله لذيذ. فعندكم اختيارات كتير جدا والله يا جماعه. المكان حلو قوي على فكره، انا بحب الفجاله جدا لانها من احلى الاماكن حرفيا اللي انا نزلتها وصورت فيها، وكانت فيها كل حاجه. يعني انا لو رحت هناك علشان اشتري حاجات المدرسه مثلا، انا مش هرجع الا لما هكون جايبه كل حاجه بجد، يعني مفيش حاجه هتتساب هناك. فانتوا بعملوا حسابكم على مبلغ حلو كده وانزلوا. تعالوا افكركم تاني باسعار الكشاكيل. اسعار الكشاكيل قلنا بتبدا من 55 جنيه، خلاص، اللي هي الدستة العاديه والديزني ب90. طيب الشركه المصريه عملت قلق في الجوله اللي فاتت، وكله سالني طب مكانها فين، طب اسم الشارع، طب عايزين رقم تليفون. جبت لكم بقى المره دي التفاصيل بتاعتها. ليه بقى؟ لان الشركه المصريه عامله خصم 20% على الكتب الخارجيه. تمام، اسمها زي ما شفتوا كده الشركه المصريه للتجاره والتوزيع، كتب خارجيه ولغات وادوات هندسيه وفنون، هي مكتوب كده على اليافطه بتاعتها. طيب موجوده فين؟ موجوده في 12 شارع كامل صدقي في الفجاله. تمام، دي اللي بتبيع كل حاجة بالجملة. الشركة دي عندها كل حاجة قطاعي بسعر الجملة. انتوا هتلاقوا الكراتين دي
مكتوب عليها الاسعار الجمله، وبتاخدوا قطعه بسعر الجمله. وكمان ارجعوا للفيديو اللي فات علشان تشوفوها باستفاضه اكتر، لان الفيديو اللي فات انا كنت مصوره حاجات كتير قوي عن الفيديو ده. انا الفيديو ده بس عشان ما يطولش، يعني ما عيدش تاني تصوير الحاجات اللي انا صورتها المره اللي فاتت بالتفصيل، فصورت كده ايه يعني حاجات بسيطه. ولكن ارجعوا للفيديو الاولاني هتشوفوا كل حاجه بالتفصيل، انا صورتها باسعار بقى اللانش بوكس والمقلمه والزمزميات والحاجات دي. بصوا كده انا دخلت جوه وصورت لكم من جوه، عندهم كل الكتب الخارجيه، الاضواء وسلاح التلميذ المعاصر، بيت باي بيت. عندهم حتى اللي هو الكتب اللي هي اللي ساعات تلاقوها تحسوها مش معروفه قوي، اللي هي الباهر والاستاذ ومش عارف ايه والكلام ده. بصوا كل حاجه عندهم، وعندهم خصم 20%. وكمان هتلاقوا كمان دلوقتي الرقم هسيبه لكم على الشاشه علشان تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاهم وتسالوهم بقى لو كان عندهم شحن او كده. يعني انا ما اعرفش بصراحه، ما سالتش عندهم شحن محافظات ولا لا، ولكن انا يعني قلت اخد لكم كده بصه كده سريعه جوه على الكتب عشان اوريكم نوعيه الكتب اللي موجوده هناك. وباكد تاني الخصم كام؟ الخصم 20%. خلاص روحوا بقى جمعوا كتب المراحل المختلفة اللي عندكم وهتاخدوا خصم حلو قوي. يعني ما شاء الله بجد، يعني شايفة ناس بتاخد حاجات مثلا معدية 2000 جنيه، الخصم بيوصل ل 400 جنيه مثلا. فبصراحة عندهم يعني بصراحة الميزة دي حلوة قوي، عجبتني قوي. بصوا بقى كل ما تتخيلوه موجود. هي بس السنة الوحيدة اللي ملهاش كتب السنة دي لسه ما نزلتش هي سنة 6 للأسف، وأنا عندي سنة 6 ومش عارفة هعمل ايه، فاللي عارف بقى يقول لي. خلاص انما بقيه المراحل كلها نازله عادي ومفيش اي مشكله. حتى كمان لقيت عندهم كراسه الاول نازله لسنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه. وطبعا انا بالنسبه لي كراسه الاول دي حاجه حلوه جدا، كمان نازله بالشرح. فالموضوع بجد كان يعني يا ريت الاقي بقى لسنه 6. هو قال لي هينزل، يعني انا سالت قالوا لي هينزل، فخدت الرقم بتاعهم على اساس اكلمهم واشوف لو كده اروح اجيب من هناك. خلاص ده بالنسبة للشركة المصرية اللي موجودة في 12 شارع كامل صدقي بالفجالة، اللي هو أول تقاطع مع شارع سيف الدين المهراني. خلاص كده يا جماعة، علشان شارع سيف الدين المهراني ده في ناس كتير برضو سألتني عليه في الجولة اللي فاتت، وأنا كنت بصراحة نسيت أسأل على اسم الشارع، فكنت يعني متلخبطة جامد. المرة دي بقى لا تمام كده. ده اللي هو أول تقاطع في الشارع بتاع كامل صدقي ده. خلاص يبقى الشارع اللي احنا دخلناه من اوله، انا مش عارفه انا يعني عارفه اوصل لكم المعلومه ولا لا. الشارع اللي احنا دخلناه من اوله اول تقاطع فيه هتخشوا ناحيه اليسار كده، هتلاقوا بقى ايه اللي هو الشارع على اوله الشركه المصريه دي. تمام. دي كده نبذه بقى عن الكتب الخارجيه اللي موجوده عند الشركه المصريه اللي عاملين خصم 20% على اي كتب خارجيه. بصوا برافو اهو للمدارس اللغات. هتلاقوا كمان الكتب اللي انتوا بتدوروا عليها وبتدخوا عليها في المكتبات ومش بتلاقوها، هتلاقوها هناك ان شاء الله عند الشركه المصريه دي. عشان كده انا بقول لكم انا قد ايه بحب الفجاله بجد، يعني مكان جميل جدا فيه كل حاجه. تعالوا بقى نكمل في شارع سيف الدين المهراني. خلاص اللي هو اول تقاطع زي ما اتفقنا. هتبصوا برضو هتلاقوا بقى لانشات بوكس كتير، وهتلاقوا زمزميات، وهتلاقوا برضو كشاكيل، يعني كل حاجة متوفرة. كان في برضو بنوتة سألتني على اسم المكتبة دي تحديدا، هتلاقوني دلوقتي صورت لكم الاسم علشان انا بصراحة بنسى يعني الاسامي بسرعة رهيبة، يعني فبحب اوثقها اكتر بالتصوير. اهو بصوا دي مكتبة مريم، وجنبها اهو المؤسسة مؤسسة الحرية والمطبعة بتاعتها. خلاص او مطبعتها. تمام. دي اللي عشان البنوتة اللي سألتني عليها المرة اللي فاتت. شوفوا بقى هتلاقوا كل حاجة زي ما بقول لكم كده. بس طبعا بقالي فترة بقى ما قلتلكوش، يلا مين ما حطش اللايك لسه حطوا بقى لايك للفيديو، وما تنسوش بقى تشيروه لكل اصحابكم اللي عايزين ينزلوا ويشوفوا الادوات المدرسية كده ويقارنوا بالاسعار، وقولوا لي ايه رايكم في الاسعار بتاعه الفجاله كده. يعني في مناطق على فكره اكتشفت ان في مناطق بتبيع بنفس اسعار الفجاله، مناطق كده يعني في مصر بتبيع بنفس اسعار الفجاله، ولكن في مناطق تانية بتبقى اغلى.
فوالله انتوا عندكم الفيديو اهو، وعندكم الاسعار بتاعه الفيديو، فشوفوا بقى انهي احسن لكم وانهي اقرب لكم، وانتوا طبعا تقدروا تقرروا هتجيبوا الحاجه من هناك ولا لا. عجباني بقى الازايز دي بشكل يعني مش قادره اوصف لكم، حلوه بجد قوي. دي يمكن بقى اللي غليت شويه، لانها الجوله اللي فاتت كانت ب 80 جنيه، دلوقتي انا لقيتها ب 100 جنيه او تقريبا. اللي في الجوله اللي فاتت كانت اصغر، لان كان في حجم ب 100 وحجم ب 80، فتقريبا كده ممكن تكون اللي في الجوله اللي فاتت كانت اصغر. بس قد ايه شيك وقد ايه حلوه وقد ايه جميله، ومتقسمه كمان بالمعيار، يعني بصوا شكلها حلو قوي. على فكره شركه سلاح التلميذ ليها فرع هناك في الفجاله، اللي حتى لما هتلاقوا في اخر كتاب سلاح التلميذ هتلاقوا كده الكوبون بتاع الكتاب اللي طول عمرهم بيقولوا لنا ابعتوا خدوا كتب للترم الثاني مع ورق الامتحانات. هو في عنوان العنوان بتاعهم اللي هو في شارع كامل صدقي اللي في الفجاله ده. خلاص كده يا جماعه، يعني يعتبر كده غطينا يعني جزء كبير قوي قوي من حاجات الدراسه. وطبعا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا كده، وخدنا جولة في أكبر سوق أدوات مدرسية في القاهرة عموما. ويمكن ما اعتقدش ان احنا في المحافظات هنلاقي مكان يعني مخصص قوي قوي كده للأدوات المدرسية زي الفجالة، مشهورة على مستوى مصر بحالها، يعني مكان جميل جدا. فيا رب بقى جولة النهاردة كده تكون عجبتكم وتكونوا حبيتوها، وقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات، وقولوا لي عايزين ايه تاني، ننزل نصور فين تاني للمرحلة الدراسية ان شاء الله بإذن الله. وعندنا جولات حلوة تانية ان شاء الله، بس دعواتكم كده الامور تبقى بخير، وان شاء الله بإذن الله ربنا ييسر كده. وعندنا جولة في سوق الشنط قريب جدا، تابعوا بقى القناة، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم وقولوا لهم يلا نروح الفجالة، وان شاء الله بإذن الله تتبسطوا قوي هناك. ودلوقتي بقى هستودعكم الله واقول لكم مع الف سلامة.